في 17 من شهر أكتوبر من العام 1993 توفي الفنان السوري نهاد قلعي، والذي عرف بدور حسني بورزان في الأعمال المشتركة التي جمعته مع الفنان دريد لحام بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك على إثر ضربة من قبل شبيح أسدي قام بضربه بكرسي على رأسه في مطعم عائلي في أحد أسواق دمشق القديمة، فأصيب بشلل ثم مات موتا بطيئا. ويقال إن الشخص الذي ضربه كان أحد عناصر سرايا الدفاع التي أسسها رفعت الأسد وأشرف عليها شقيقه حافظ الأسد، وعاثت في البلاد فسادا وتقتيلا وترويعا طوال سنوات الثمانينات. ومما يشير إلى أن عملية الضرب كانت مدبرة أن الجاني ظل طليقا ولم يلق جزاء ما صنعت يداه. ويروي الناقد السينمائي بشار إبراهيم في كتابه نهاد ودريد قصة الاعتداء الذي تعرض له الفنان قلعي قائلا: كان نهاد قلعي ودريد لحام وشاكر بريخان يسهرون في مطعم النادي العائلي في حي باب توما بدمشق، ويستقبلون صحفيا لبنانيا هو جورج إبراهيم الخوري. وقبل نهاية السهرة غادر دريد لحام وبقي ثلاثتهم ساهرين، وعندما نفدت سجائر الضيف طلب من النادل سجائر، لكن النادل لم يلبي طلب الضيف، ما أثار غضب نهاد قلعي الذي أنب النادل، وإذ برجل يجلس مع شلة من رفاقه على طاولة مجاورة إلى خلفهم ينادي بصوت غليظ عال: بورزان بدك سجائر؟ تعال خذ من عندي. فقال له نهاد: أنا ما بدي من حدا سجاير، بعدين أنا مالي اسم معروف تناديني فيه يا غبي. ويضيف الناقد إبراهيم: لم يكن أحد يتوقع أن تكون هذه الجملة مدمرة للسهرة وحسب، بل لحياة نهاد قلعي كلها، إذ أنه سيفاجأ بضربة كرسي تنهال على رأسه تتبعها ضربات أشد قسوة أدت به إلى المستشفى، حيث تمت معالجته بشكل سريع وخياطة الجرح الذي ألم برأسه دون عناية كافية. تفاعلات هذا الحادث وانتكاساته الطبية كما يقول إبراهيم لاحقت نهاد قلعي 15 سنة وجعلته حبيس بيته والمرض من جرائه، فلم يكن قلعي يتوقع بأن اسم البورزان الذي أضحك ملايين الناس كان بمثابة مقتل له، إضافة لهجران زملائه له مع بقاء السيناريوهات التي كتبها حبيسة أدراج الإذاعة والتلفزيون السوري، ولم يقبل أحد إنتاجها خوفا من بطش مخابرات الأسد بهم بسبب تعاملهم مع نهاد قلعي. وعلى إثر هذه الضربة أصيب الفنان قلعي بالشلل وقضى بقية عمره طريح الفراش، هاجره أصدقاؤه ورفاق دربه، وأولهم صديقه دريد لحام الذي خذله وتخلى عنه ولم يقف معه في محنته. ولكن الفنان نهاد قلعي تحامل على آلامه وصور دوره الرائع أبو ريشة في مسرحية غربة، وقد كانت للتلفزيون السوري، وكانت هي آخر أعماله على خشبة المسرح وآخر أعماله مع توأمه الفني دريد لحام. عانى نهاد قلعي في السنوات الأخيرة من حياته من وحدة قاتلة إذ هجرته الأضواء وأهمله رفاق مسيرته، ومات فقيرا معدما بعد أن باع كل شيء يملكه ليعالج نفسه من مرض الشلل. وبعد هذا الحادث الأليم بقي في الفراش في حالة شلل ولم يستطع أن يتابع مشواره الفني. وفي مطلع تشرين الأول من العام 1993 تدهورت صحة نهاد كثيرا ونقل إلى مستشفى الهلال الأحمر، ورغم كل الجهود التي بذلت فإن إصابته المزمنة ومعاناته القديمة من مرض السكر لم تمهله، إذ تعرض لأزمة قلبية فلفظ أنفاسه الأخيرة في 17 من تشرين الأول على فراشه بعد أن ترك إرثا سينمائيا ومسرحيا وتلفزيونيا حافلا راسما في مخيلتنا كاريزما حسني البورزان التي ستظل حية في ذاكرتنا. وما يزال نهاد قلعي حتى اليوم بصورته اللطيفة التي عرفه بها الجمهور حاضرا في ذاكرة السوريين، ورمزا للظلم الذي عاناه المبدعون الأنقياء في مزرعة الأسد.